السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم الصحة وأحسن حال. يلا كده سموا الله وصلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا يا حبايبي النهاردة الجمعة يوم مفضل عند ربنا، جمعة مباركة عليكم يا حبايبي وعلى اخواتكم وعلى أمهاتكم، ويجعل النهاردة كده يوم خير علينا وعليكم، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا بنبتدي يومنا كده. قمنا نهوي البطاطين كده في الشمس الحلوة دي. الجو حلو خالص النهاردة والشمس طالعة جميلة. بس وحتى بنطلع يعني بنقعد فوق كده بنطلع نكنس الأوضة دي اللي على الشارع. الأوضتين اللي على الشارع أنا مخليهم نضاف وكده، من ساعة ما بنينا بخليهم نضاف. نطلع نقعد ناكل فيهم، نقعد كده ندفي جسمنا فوق كده ونقعد في الشمس الحلوة دي ونطلع نعمل شاي بعد طبعا ايه ما بنخلص ايه شغل بيتنا. قلت احط البطاطين كده على البلكونة كده واهويهم كده واشمسهم. يلا بقى، عايزة دعوة حلوة كده من قلوبكم، دعوة كده بتفرح قلبي كده. ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم ليا وما تحرمش منكم أبدا، ويديم المحبة ما بيني وما بينكم، اللهم امين يا رب العالمين. احنا شرف لينا، والله شرف لينا بس كده وجودكم كده في قناتنا المتواضعة البسيطة. ربنا يحفظكم يا رب ويخليكم ليا يا رب. طبعا قلت كده يا حبيبي هول فرشة كده البطاطين بطلع شمسهم كده، يطيروا كده الريحة تطلع منهم كده ويشمسوا الشمس حلوة. وعندي كده يا حبايبي طبعا ايه ده يا ام محمد؟ ايه الزبالة ده؟ انا عارفة ناس هتقول لي دي زبالة يا ام محمد. لا، هي مش زبالة يا حبايبي. الحاجات دي طبعا اغلب البلد عندنا بتشتغل فيها، اسمها خردة وكده. بيشتغلوا فيها طبعا. كل الناس بتدور كده على رزق تدخله لبيتها ولولادها. يعني بنشتغل يعني بنعمل اي حاجة كده عشان خاطر تدخل رزق للبيت وللعيال. دي طبعا خردة يا حبايبي. بتتباع عندنا كل حاجة، الكنزات، الجزاز تحت الزيت، علب التونة، جزاز المية، حتى الأكياس والورق بيتباع. كل حاجة بتتباع، مفيش حد بيرمي حاجة. فطبعا ايه بصراحة يعني اغلب الناس عندنا بتشتغل الخردة دي ويجيبوهم كده. الواحد طبعا بيجيبهم من مراته كده. احنا يعني ايه، الست لازم تساعد جوزها في كل حاجة ما دام رزقها هيخش البيت، فلازم ما تجرفش ولا تقول كان، يعني تقول الحمد لله. طبعا الحمد لله على كل حال. قمت كده صربتهم يا حبايبي وقلت ايه اخلي الجزاز لوحديها والاكياس لوحديها في شوال لوحديه. طبعا لازم تسترب كل حاجه في شوال لوحديها. بص شويه الحاجات دول يعني انتوا هتقولوا دي زباله وكده، هي مش زباله والله، هي هتتباع بفلوس وهنجيب منها عيش واكل والحمد لله طبعا على كل حاجه. واغلب البلد عندنا بتشتغل الشغلانه دي طبعا من قله الشغل. من قله الشغل فالناس طبعا ايه بتعمل اي حاجه عشان خاطر تدخل رزق لبيتها ولعيالها. والحمد لله طبعا يا حبايبي على كل الحال. بس قعدت كده اصرف فيهم. طبعا انا بعد ما بخلص الخردة دي بلمهم كده بصراحة. يعني انا يعني عملتها كذا مرة بس ما كنتش بحب ان انا اجيب لكم، يعني عشان ما حدش يدخل يقول لي كاني ماني او يجرف او حاجة. لا، ما فيش. بعد ما بخلص وبصرفهم كده، الجزاز لوحديها، الاكياس لوحديها، لان كل حاجة بتتباع لها تمن لوحدي، بيتوزن كله. كل حاجة بتتوزن وبيتعمل تمنها لوحدي. بس فقلت النهارده كده اعملهم كده اصرفهم قدامكم كده. وقعدت الم كل حاجه بتتباع، حتى العظم اللي هو بتاع اللحمه ده بيتباع. كل حاجه، الورق، يعني بصوا حتى الاكياس، الورق ده الكراتين دي شايفينها كله ده بيتباع، بيتوزن ويتباع. والحمد لله طبعا يا حبيبي على كل حال. الواحد لازم يقول الحمد لله. وهو يعني كلنا بنسعى على رزق ولادنا عشان ندخل رزق للبيت والعيال، والحاجات دي بنبيعها ونجيب منها اكل للعيال وللبيت. واغلب المصريين عندنا بيشتغلوا كده شغلانه الخردة دي، لان طبعا مفيش الشغل بصراحة في بلدنا كده مفيش الا هي شغلانة الخردة دي، كل الناس بتشتغل. بس وقعدت كده سربتهم كده وعبيتهم في شوله كده. طبعا انا بجهزهم كده، وولادي محمد وسيف بياخدوهم في كريتا وبيروحوا طبعا ايه يودوهم لمخزن، في مخزن جنبينا، يعني كذا مخزن جنبينا. بيوزنوهم كده وبعد ما بيوزنوهم حطيتهم في كده في الكريتا كده، وقلت ايه هيروحوا يبيعوا. طبعا يا حبايبي حابة أشكركم كده على الكومنتات الحلوة اللي كتبتها لي في الفيديو اللي عدى. ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم ليا وما تحرمش منكم أبدا. دايما بتجبروا بخاطري كده. أنا بقدم محتوى بسيط بس انتوا دايما بتجبروا بخاطري. كومنتات زي العسل تفرح القلب كده، ودعواتكم كده اللي دايما بتدعيها لي، ولكم طبعا بالمثل. ربنا يسعدكم يا رب ويجازيكم كل خير. طبعا يا حبايبي تعالوا هنا كنا هنعمل ايه. ده جوز حمام كده نضفته وكنت غسلاه بليمون وخل، وكنت منضفه. وبعدين كبيت الميه اللي كانت فيه وغسلته طبعا ايه، شطفته على الحنفيه كده وكم مره. وقلت ايه
اعمل عليهم كده شويه ملوخيه وشويه رز. طبعا انا يا حبايبي زي ما انتوا عارفين بحب ارمي الطماطميه، ما بحبش اقطعها، وبصلايه صغيره كده برميها. الطماطميه عندي ما بتستوي معاهم كده بتهسها في الشوربه وبتدي طعم للشوربه، تخليها طعمها حلو خالص. حطيت طبعا ايه الورق اللوري وبصله وطماطمايه وحبه شطه كده وعندي ملح بفلفل اسود بتوابل كده، عاملاه بحط منه ايه على الاكل. يعني انا طبعا مش بكلف يعني في الفيديوهات وكده، بس بعمل ايه اللي ربنا بيديهولي كده بعمله. قلت اعمل عليهم كده شويه ملوخيه خضراء، وايه ما اقولكوش بقى الملوخيه الخضراء جميله وخفيفه كده على المعده. ما كانت قاعده جنبي بتجرطف معايا برضو في الملوخيه. كنت غسلاهم قبل ما، يعني غسلاهم كده من الصبح، ولفتهم كده في فوطه نظيفه عشان خاطر ايه ينشفوا شويه، وغسلتهم كده وصفتهم كده على الحنفيه. دايما بقصهم كده بالمقص عشان خاطر بيبقوا عدمانين طين العصي بتاعتهم من تحت. بس وقعدت كده يا حبيبي اجرطف فيهم كده، وقلت ايه ينشفوا شويه واخرطهم. اكل الملوخيه حلو خالص وخفيف عن تسبيكه الطماطم. حتى في رمضان اول يوم اغلب الناس عندنا تحب تفطر حاجه خفيفه كده اول يوم. يقول لك الملوخيه بتبقى خفيفه، اول كلجاس اللي هو بالتخدير ده بيبقى خفيف. بس كده يا حبيبي، ماما كانت قاعدة جنبي، أنا كنت بقول لها إيه سلم عليهم. وقعدت كده جرطفتهم كده وظبطتهم، وقلت أعمل شوية ملوخية وشوية رز. طبعا ولادي طبعا اللي بيدوه لنا ربنا كده بناكله، أي حاجة بعملهم كده مفيش يعني الحمد لله. البطن طبعا مهما تديها مش بتحمد، فطبعا إيه الحمد لله على أي حاجة. طبعا ونزلت كده خليته نشف شويه، جبت قرن فلفل يا حبايبي، وقلت ايه اخرطه مع الملوخيه، بيخلي طعم الملوخيه مشطشط كده. هو طبعا إيه مش سخن يعني قرن الفلفل، بس بيدي طعم للملوخيه، بيخلي طعمها حلو. طبعا في ملوخيه انا عارفه انتوا بتجيبوا الملوخيه اللي هي طبعا مخروطه دي وجاهزه في الكيس، بتبقى سهله يعني في طبيخها وكده. بس هي يعني نفس السعر اللي هتجيبها نقرطة، نفس السعر ونفس السعر اللي هي ايه اللي هي جاهزة دي ومخروطة في الكيس. بس انا بفضل ان انا اجيبها كده واقرطفها واخرطها، يعني دي حلوة ودي حلوة طبعا. بس كده يا حبايبي قعدت كده اخرطهم كده وانعمهم. في ناس بتقول يا محمد ممكن تضربيها في الخلاط وكده، يعني انا بقول وانا قاعده كده اخرطهم كده بالمخرطه في ثواني ايه بيتخرطوا. هي برضو ينفع تتضرب كمان في درج الخلاط، ناس كتير شفتها يعني ايه بتعملها وكده وتضربها في الخلاط. بس وهنعمل أكلة كده حلوة النهاردة كده تفتح النفس. أتمنى كده يا حبيبي تحطوا لي لايك حلو للفيديو وكومنت حلو كده من ايديكم، ربنا يخليكم ليا يا رب. عايزاكم كده يا حبايبي أهم حاجة الاستغفار والصلاة، ونفتكر ربنا وأهم حاجة الصلاة، أهم حاجة الصلاة عشان هو اللي هنتحاسب عليه بكرة وبعده. أهم حاجة عشان لما نقابل ربنا كده يبقى مستعدين للموت في أي لحظة. والله اللي بنشوفه يعني اللي بشوفه كده اللي حصل في سوريا وحصل في تركيا، والله العظيم يحزن القلب. يعني الواحد قلبه بيوجع كده من المناظر اللي بيشوفها، من الناس اللي فقدت أولادها وفقدت يعني والله واحد يعني وزوجته بيقول فقدته كام، الراجل بيقول انتوا فقدتوا، قال 5. يعني ابني في المستشفى ومراته وبولاده، فقدنا مرات ابني بولادها، الله يعينهم ويقويهم على البلاء ده. والله العظيم الواحد كده بيزعل من ولا الأطفال اللي بيطلعوها يا عيني أديلهم من كام يوم. الله يعينهم يا رب، ويرفع ربنا البلاء ده والوباء ده يا رب، ويحفظكم ويحفظ أمة محمد كده بخير وسلام، ويدخل علينا رمضان وعليكم بالخير يا رب. فدايما يا حبايبي الاستغفار اهم حاجه دايما كده، وانا طول ما انا فاضيه كده وحتى وانا بقضي شغل البيت كده بستغفر ربنا وافضل كده ادعي ربنا كده بتيسير الامور والرزق وراحه البال، ندعي كده ربنا كبير يحقق امالينا وامانيكم، اللهم امين يا رب العالمين. فطبعا الصلاة أهم حاجة عشان خاطر لما نقابل ربنا كده ونجينا الموت في أي لحظة كده نبقى مستعد له في أي وقت، لأن يعني بص ما الدنيا ملهاش أي لازمة. أهم حاجة آخرتنا، أهم حاجة كده آخرتنا يا حبيبي. ربنا يا رب يثبتنا في صلاتنا ويسر أمورنا كده ويسعدكم ويخلي لكم ولادكم ويرزق كل مشتاق كده ويجعل أيامنا وأيامكم خير يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا يا حبايبي بالنسبة للفيديو اللي عدى لما كنت بقول لكم ان انا هدهن، يمكن ابقى افكر ادهن المطبخ وكده.
فطبعا لقيت اغلب التعليقات: لا يا محمد المطبخ حلو كده، والله العظيم عندي ده يعني ناس كتيرة عندي المطبخ ده جميل، يعني والله العظيم الكلام ده فرحني، اقسم بالله الكلام ده فرح. لان انا بشوف مطبخي بالنسبة للمطابخ يعني بصوا ما ملوش اي لازمة بالنسبة للمطابخ اللي بشوفها يعني. بس انتوا دايما بتجبروا بخاطر، وبفرح الكلام اللي انتوا بتقولوه لي ده. ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم ليا ويخليني ليكم. حبايبي والله العظيم، انتوا حبايبي واغلى ناس على قلوبي والله العظيم. احنا ربنا بيحبنا والله يعني، بصوا ربنا بيحبنا كده. اللي عرفنا اليوتيوب ويعني بنلاقي ناس نتكلم معاها وناس تتكلمنا، يعني دي نعمة من عند ربنا، اقسم بالله نعمة من عند ربنا. فطبعا قالوا لي يا محمد ما تتهنيش المطبخ وكده. اغلب التعليقات لما يقدم شويه بتهنيه، هو لونه كده حلو ماشي مع البلاط. يعني تعليقات حلوه فرحتني والله العظيم. فقلت خلاص انا باخد برايكم في كل حاجه، انتم اخواتي وامهاتي، ربنا يخليكم ليا يا رب. باخد بنصيحتكم دايما، وبستفاد من كلامكم والله العظيم، بستفاد حاجات كتيره والله العظيم. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. بس كده يا حبايبي، وعملت كده شويه ملوخيه حلوين، بس هم خفوا مني شويه. خفوا شويه مني. كنت عايزه اقلل الشوربه شويه، بس هي الحمد لله يعني بقوا حلوين. اه طشتهم كده بالتومه، وكانوا عايزين بس ايه، انا بحبها تخينه شويه الملوخيه، بس هم خفوا يلا هناكلهم. وعملت كده شويه رز للعيال. العيال عندي يحبوا الرز خالص، يموتوا في الرز، اهم حاجه الرز. وتعالوا بقى تعشوا معانا يا حبايبي، ايه رايكم؟ اكله هنيه تكفي 100. حطيت رز كده غرفت للعيال، وحطيت الحمامات، وغرفت طبقين ملوخية كده، وقلنا ايه نتعشى. اتمنى يا حبايبي تحطوا لي لايك حلو للفيديو، ربنا يخليكم ليا يا رب. يلا اشوفكم على خير ومع الف سلامة.